الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوف يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا في خير وفي أحسن حال وتواصل في الخير دايما. تمام. طبعا احنا معانا يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. معانا بط مولر ده يا جماعة، اللي هناك ده مولر، ومعانا ده قرين بلدي. اللهم بارك يا رب. بصوا حاجة كده، تفاح بمعنى الكلمة تفاح. ومعانا فراخ بلدي بسم الله ما شاء الله نص عمر. اللهم بارك يا رب للي ياخدهم، وربنا يبارك لكم، يبارك للجميع يا رب. تمام. ومعانا كده ثلاث فراخ بيبيضوا، في فرخة منهم مستخبية هنا والاتنين فوق بعض. تمام. طبعا حلقتنا هنا معلومة للأخت أم حازم، صديقتي وتبع قناة يوميات أم حازم. طبعا دي أختي يا جماعة وكبيرة وعندها فيديوهات جميلة بإذن الله. هسيب لكم الرابط بتاعها بإذن الله في أول تعليق مثبت. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الفرخة دي يا جماعة أنا حاسس إن هي هترقد، إن ألاقيها عمالة ترق. الله أعلم هي بترقد ولا لأ، فربنا يكرم. تمام. ده طبعا دكر ده يا جماعة مولر. ده طبعا دكر مولر بيكسر، اللي هو بيعمل ريشه. ده الدكر بيكسر يا جماعة مولر. بس احنا عندنا هنا في الفيوم المولر بتاعنا مش ولاد، يعني زي مش ولاد المولر يا جماعة بتاعنا مش ولاد، يعني ما يبيض، بس البيض بتاعه ما يكونش فيه كسر. تمام. قطر يعني بيبقى فاضي. تمام. طبعا هنقول لها على خلطة البط البيور. يا جماعة أنا كان عندي بط بيور. تمام. وكنا عاملين له خلطة قبل ما اجدد العشة، وقبل ما انقل العشة فوق. كانت على قناتي القديمة، واخد لقطة من قناتي القديمة وانزلها لكم. تمام. هي لسه يا جماعة القناة معايا بس على التليفون القديم، والتليفون القديم لسه ما صلحتوش عشان افتح القناة بإذن الله وانزل لكم تاني الفيديوهات منها. بس بنعمل ايه يا جماعة؟ بنجيب 3 كيلو علفة تسمين. تمام. بتاع البط، مش بتاع البط بقى، علفة تسمين اللي هي بتاع الفراخ العادية. دي حاجة. تمام كده. يبقى معانا اولا 3 كيلو علفة تسمين. تاني حاجة يا استاذ محمد، كيلو ونص قشر فول. قشر فول يا جماعة اللي احنا بنجيبه للبهايم، يبقى كده معانا كيلو ونص قشر فول. تمام. يبقى كده معانا كده 3 كيلو علفة وكيلو ونص قشر فول. تمام. وكيلو ونص قصارة فول، اللي احنا بناكلها يا جماعة قصارة الفول اللي هي النظيفة بتاعتنا احنا، اللي احنا بنعمل دقية بتاع ده قصارة الفول بالرز وبناكلها، اللي هي ام طماطم دي. كل الناس الارياف او الفلاحين عارفينها. تمام. فيبقى كده معانا كيلو ونص قصارة فول اللي احنا بناكلها. تمام. وعليها 2 كيلو قصارة فول عادية اللي هي ام قشر. طب انت ليه يا استاذ محمد حجزت ده لوحده وده لوحده؟ طب احنا ممكن نوفر ونجيب ده. اسمعوا يا جماعة معايا الخلطة للآخر وانتوا هتعرفوا ايه الفايدة. والفايدة يا جماعة من كده هو زيادة الوزن. تمام. يبقى كده احنا قلنا كيلو ونص خسارة فول بدون قشر، كيلو ونص قشر فول، 3 كيلو علفة، 3 كيلو خسارة فول بقشر. تمام. عليهم 10 كيلو عيش، 10 كيلو عيش. اهم حاجة يا جماعة العيش يكون نضيف ناشف، ما يكونش فيه حاجة معفنة. العفان الاخضر لا يا جماعة، ما فيش حاجة عفان اخضر ترميها عليها ابدا ابدا ابدا. ان العفان الاخضر بيعمل لهم حاجة زي ديدان كده في المعدة، وما بتروحش ما بتروحش ابدا 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 من معدتهم. طب انت ايش عارفك يا استاذ محمد؟ عشان انا اتلسعت من الحوار ده يا جماعة. اترمى له معاش ناشف، كنت شاري من الناس عيش ورحت دشيته، وما كنتش اعرف ان هو معفن الا لما الوليه بعد ما طحنته كله في بعض قالت لي ده كان فيه معاش ناشف وانا دشيت لك كله. فدي كانت اكبر غلطه يا جماعه انا عملتها، واللي انا كملت فيها وكده. تمام. عشان بس تبقى عارفين. يبقى كده اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. طبعا احنا عرفنا ايه الطلبات. على كام بقى بطايه يا جماعه الكلام ده؟ انا لو على 10 بطايات، يعني دي ميزانيه 10 بطايات بيور، بط بيور. تمام. طبعا في ناس بقى هتروح جايبه لي اوضه كبيره. يا جماعه احجزوا البط في مكان صغير، اللي هو ما يعدي، يعني ايه ال10 بطيات انا كنت حاجزهم في حته متر في متر، ما تزيدش عن كده. لسبب
ان متر في متر هياكل ويركن ياكل ويركن، لا بقى ان كل ما البط بيمشي كل ما بيصرف وكل ما ياكل اكتر. طب وانا لا، انا عاوز يشيل معايا لحم، يبقى احجز البط في مكان ضيق، احجز البط في مكان ان هو ما يتحركش فيه قوي. يعني ايه ان هو يقوم يقف يمشي يشرب يبهدى يسحب نفسه ويجي على جنب ويركن، ملهوش يتجول في العشه كلها. يعني القضا دي بالنسبه للبط ده ما ينفعش، ان البط ده بيشيل وزن، ما ينفعش ان انا اسيبه كده. بس الدكوره دي انا بايعها تطريق، انها تكوره شامورت، بايعها دبيح، فان هي كده هتشيل. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك يا رب. انتوا شايفين الفراخ البلدي دي يا جماعه بتاع واحده طبعا، ده للبيع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله الكيلو عامل 105، فاللي عاوز فراخ شامورت او نص عمر يقول لي، هظبط معكم السعر ان شاء الله. طبعا شايفين الجمال، واحنا ان شاء الله هننقي منهم ديك لينا نوقفه، بس لسه مش عارف انهي ديك اللي هيبقى حلو. ممكن اوقف ديك وفرختين او ديك وفرخه، هو معاهم فرخه واحده بس يا جماعه اللي هي واقفه تحت الحديد دي. تمام. طبعا ده كده انت عرفتوا الطلبات بتاع الفراخ بتاع البط البيور، بتاع البط البيور يا جماعة. تمام. طبعا انا امبارح كنت رايح السوق بتاعنا في البلد، يعني سوق في بلد ارياف، وشاء القدر يا جماعة ذكر مني يفطس من المولر ده. والله يا جماعة لحد ما رحت السوق كان الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما كانش فيه اي الهوا. بس بعد عنكم العين وحشة والعين تفلق الحجر. طبعا بقى في ناس كده انا عارفها لقيتني طالع بقى بالبط وكده، ايوه انت عندك انت عندك انت بتسوي انت بتعمل. والله يا جماعة ما اتفائلتش بيهم فعلا. اول ما رحت لقيت دكر ميت كان قطع 350 جنيه. يعني ربنا يعوض عليا وعلى الشريك اللي معايا بالظبط فيه. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ الله اكبر الله اكبر. طبعا احنا هنعد الفراخ دي عشان انا حاسس ان هما ناقصين. هما 9 فراخ يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. انا قلت ده النقص بس الله اكبر لسه واقف. احلى حاجة بقى شوفوا بقى المية انا كنت مالها لهم نضيفة ونقصت. طبعا بقى متنساش بقى تحط لنا كده لايك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. و عايز كده لايكات يا جماعة. طبعا انا بجيب طيور اليومين دول بلقط طيور، بس طبعا انتوا عارفين الجو مش مساعد، وفي طيور كتيرة 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 عمالة تموت من الناس، بس قدر الله ما شاء فعل والحمد لله. بس احنا هنحاول مش هنجيب فراخ ولا هنجيب رومي دلوقتي، احنا هنجيب حاجة واحدة اللي هو ذكر بط وتلات نوتي او جوز نوتي للتربية، وهنجيب ذكر ارنب. تمام. وطبعا عندي فرختين بيبيضوا او اللي هما بيضوا وقطعوا بيض دلوقتي طبعا يا جماعة عشان تغيير المكان. فان شاء الله هنجيب لهم ديك باذن الله، ديك حلو كده، او هنوقف لهم ديك شامورت يقف يكسر عليهم. متنساش بقى تحطوا لايك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وخشوا يا جماعه قبل ما انهي الفيديو خالص متنساش تخش عند ام حازم، طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. طبعا الديك عاوز يكسر بس هي بيكسر على ديك تاني مش هينفع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده البط يا جماعة اللي كان عندنا على القناة التانية. تمام. قبل ما انا اقفلها او قبل ما انا اسيبها، تمام، هي لسه معايا وكل حاجة بس التليفون بايظ يا جماعة، فطبعا ما اشتغلتش عليها، فشغال على القناة دي بإذن الله، وان شاء الله هنفتح التانية في اسرع وقت وفي اقرب وقت. ده البط يا جماعة. شوفوا الحتة اللي انا مربي فيها، الله اكبر الله اكبر، اقسم بالله يا جماعة اقسم بالله وصل معايا ل6 كيلو. الله اكبر البط البيور. شوفوا موكله في اكله قد كيف. طبعا تحتيه قماش يا جماعة وتحتيه سجادة على الارض عشان يرفع معايا في الاوزان وكده، بدل ما الناس يقول لي انت مطرح ما بيبادر. وكنت حاطط له ستاره وكان من داف والعشا كان ضاربها الشمس فالارض كانت بتنشف على طول. متنساش بس انتوا تحطوا لنا لايك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بتربيه البط البيور. طبعا زي ما انتوا شايفين انا باكل مرتين، مره الصبح ومره اخر النهار، ما بزودش عن كده يا جماعه. تمام. ما بزودش عن كده. ليه مرتين؟ هما مرتين يا جماعه احسن للاكل لما يفضل قدام الطير بيجيله كرفة من الأكل أو بيتقرف من الأكل، يعني ايه سدة نفس. فاحنا مش عاوزين الموضوع ده يجيلهم سدة نفس في الأكل وكل حاجة، احنا عاوزينهم ياكلوا ويشربوا ويتقلوا معانا في الوزن. فطبعا اللي هيلحق يجيب دواتي ممكن يجيب معاه ويذبح ويركنوا كمان في التلاجة
لما يجي عليك رمضان. تمام. طب ايه الحل؟ طبعا انتوا تجيبوا دلوقتي، بس لازم المكان اللي تجيبوا منه تبقى ضامنينه وواثقين منه. متنساش بقى تحطوا لنا اللايك